بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم في هذه الحلقة نتكلم عن الهزائم التي تلقاها الجيش الملكي المغربي في هذه المناطق اللي حاليا يقيم فيها مناورات الأسد الإفريقي بين القوات المغربية والقوات الأمريكية وبعض الدول الأخرى. هون هاي المناطق اللي تلقات فيها القوات المغربية القاسية في الحرب الأولى التحريرية للشعب الصحراوي، والجيش الصحراوي البطل المقوار اللي حقق انتصارات الحقيقة كبيرة وزينة، وتلقى فيها الجيش المغربي الملكي القاسي الظالم خسائر فادحة في أرواح المعدات، بما أن النظام الملكي المغربي داير تعتيم إعلامي وتعتيم على جميع الخسائر الفادحة اللي تلقاها في الحرب التحريرية الأولى من طرف الجيش الشعبي الصحراوي في مناطق الصحراوية، الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب. والحقيقة هو ما عاشته القوات المغربية من هزائم على مدار سنوات في نفس المناطق التي يقام فيها المناورات الآن. مناورات الآن الحقيقي لعلها من مفارقات التاريخ ومصادفات الجغرافيا أن تكون الأراضي التي خصصت لاحتضان مناورات الأسد الإفريقي هي نفسها الأراضي التي تعرض الجيش المغربي فيها لأكبر الخسائر في حربه الأولى مع الجيش الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي. ما ننسى التاريخ، ما ننسى اللي تلقاته هذه القوات الحقيقة المغربية خسائر كبيرة فادحة الأرواح والمعدات. نذكر منها على سبيل المثال فقد تم خلالها تدمير قوات بكاملها على قراء قوات الزلاقة وقوات أحد في هذه الأراضي. بالضبط خسر الجيش المغربي آلاف الجنود، حيث تخطى في بعضها عدد القتلى 2000 جندي، ناهيك عن أسر المئات وغنم معداتهم، كما سنرى في التقرير التالي الذي عده الباحث في تاريخ الجيش الشعبي الصحراوي المقاتل. وهو كان اختيار هذه المناطق مصادفة أم عمل مقصود لترميم الصورة التاريخية المهترئة للجيش المغربي. سبحان الله العظيم، الأسد الإفريقي الحقيقي. معركة طنطان 28 و29 يناير 1979، معركة المسايل 16-17 يناير 1979، معركة خنيفيس 31 ماي 1979، معركة البويلات 24 أغسطس 1979، معركة المسيد 13 سبتمبر 1979، معركة آقا 25 يناير 1980، معركة أبطيح 27 أبريل 1980، معركة طاطا 3 سبتمبر 1980، معركة بالقرب من 3 أكتوبر 1980 بالقرب من رأس الخنفرة، معركة محاميد الغزلان
9 أكتوبر 1980. 16 17 11 1980 عملية روس الركيبيين. 20 11 1980. يعني هنا هاي عدد من المعارك اللي خاضها الجيش الشعبي الصحراوي ضد القوات الغازية الملكية المغربية. عملية مزيريقة 8 9 12 9 و8 شهر 12 1980. عملية الفسطاط ضواحي البطيح يوم 10 ويوم 11 12 1980. عملية البطيح 23 12 1980. عملية الرزامية. يعني هاي المناطق اللي خرجت فيها معارك طاحنة بين الجيش الشعبي الصحراوي والجيش الملكي المعتدي. وهاجمت واحدة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوة مغربية. تم تدمير العديد من العتاد وقتل العديد من الجنود من بينهم الرائد رحماني علالي. ويعترف الجيش الملكي بوفاة القائد. 1980 يوم 12 يوم 27 1980 كما تم إسقاط طائرة F5 يعني سلاح الجو تابع للقوات الملكية المغربية. وتم أسر الملاح المازي حسان المسمى المازي حسان. معارك الورقزيز التاريخية بداية من آزرا والنهاية لانقاب. عدد القوات المغربية 25,000 جندي مغربي. تسليح من بندقية كلاشينكوف إلى راجمة الصواريخ ستالين. عملية إيمان. العدد هو نصف عدد قوات ما يسمى مجموعة أحد F1 قوات مجموعة الزلاقة كاملة. يعني هذه تعداد قوات اللي كان يفتخر بها حسن الثاني الظالم والجنرالات المغربية. الفوج 2 واللواء الثالث كاملا المتواجد بالزاك. الفوج 3 وحدات إضافية مع كامل السلاح الجوي. قيادة العملية المقبور الحسن الثاني والمقبور أحمد دليمي. قيادة مباشرة الكولونيل آزراز. الهدف من هذه العملية تطهير كما يقول الجيش المغربي الغالب تطهير وما أدراك ما تطهير. يوم 3 1980 المكان أمطي. تم شل فعالية القوة وتمت محاصرتها. يوم 6 تم خروج قوة من لانقاب بقيادة الرايد الطبيعي لفك الحصار. وكان مقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي لهم بالمرصاد. كانوا مقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي لهم بالمرصاد وتم دحرهم وقتل عدد كبير في نفس اليوم. وبعد نهاية العملية انتقل خيرة الضباط المغاربة الجنرال دليمي الجنرال عبروة والكولونيل حريبيش الجنرالات اللي كانوا يقودوا العمليات وحاولوا ترميم القوات وتنظيمها من جديد. وتمت إضافة إليها مجموعة فرق خفيفة للأمن آسة وأخرى قادمة من أم الحسن. وتم تجهيزها من الأرجو حتى الأسنان وانطلقوا. لكن هذه المرة ليس من أجل تطهير كما يقولون بل من أجل فك الحصار. بداية المعركة الكبرى أيام 9 10 و11 في منطقة تدعى أمات لكحل. هنا كانت نهاية إيمان وآمال الحسن الثاني وقواته. هذا بعد خسائر المعارك الخسائر اللي خلقت في المعارك الطاحنة اللي خلقت بين الجيش الشعبي الصحراوي والجيش الملكي. قتل 2000 جندي مغربي من بينهم النقيب مرزوق والملازم أول صقير محمد. تم أسر 137 جندي وضابط من بينهم النقيب ليوسي محمد. وتم غنم 39 دبابة
ALM 90 قنم 15 مصفحة فاب، قنم 69 سيارة لاندروفر، قنم 47 شاحنة جيم ميم سين أي جمسي، والكثير من الرشاشات الثقيلة. يعني هذه بعد حصائل والمدافع والبطاريات. ويقال أن أحد الصحفيين الأجانب فقد عقله عندما رأى هول الخسائر في الأرواح والدمار وفي المعدات. معركة رأس الخنفرة يوم 9 سبتمبر 1980 إلى فبراير 1981 دارت رحاها بين قوات جبهة الشعبية تحت الثغرة الحمراء الذهب والجيش الاحتلال المغربي. الهدف من هذا الهجوم هو منع بناء الجدار الرملي الأول الذي يهدف إلى حماية المثلث النافع. يعني بعد هاي الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات، بدأت القوات المغربية يعني تنشي جدار الظل والعار. يعني معروف جدار الظل والعار منين جاي الفكرة، وحتى المعدات والكامل من الاستعمار الإسرائيلي، من الخبراء الإسرائيليين هم الذين ساعدوا القوات المغربية في بناء هذا الجدار وفكرة الجدار. وهذا بدأ الجدار لحماية المثلث النافع أي العيون السمار وبكراء. القوات الموجودة الوحدات المغربية تتكون من قوات العراك ومن أفواج المشاة السادس والثامن والعاشر، يرأسها العقيد محمد بن عثمان. قوة العراك التي تم إنشاؤها في أغسطس 1980 برئاسة العقيد أحمد تاج. معارك السكن وبطيح 16 و17 و21 و22 سبتمبر. يعني هاي المعارك اللي كانت حقيقة معارك طاحنة بين القوات الجيش الشعبي الصحراوي والقوات الملكية الغازية. في يوم 16 سبتمبر 1980 حوالي الساعة 6:30 مساء تم الهجوم على قوة العراك التي كانت في طريقها من طرفي نحو رأس الخنفرة من طرف مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، والتي دامت 16 ساعة. تواصلت التعزيزات وتدخل الطيران واستمرار المعارك إلى غاية 17 سبتمبر، لكن كان المقاتل الصحراوي لها بالمرصاد لقد تكبدت خسائر فادحة 70 قتيل وجرح 60. وناهيك عن الأسرى، يعني قوات صفوف المحتل المغربي 64 أسير والعديد من العتاد الحربي. يعني معركة 21 سبتمبر في رؤوس الخلوة، وتم مطاردة القوات المغربية اليوم وراء رأس الخنفرة. تم إسقاط طائرة من نوع ميراج F1 وتم أسر 54 آخرين في ذلك اليوم في محاولة مغربية استعادة حطام الطائرة وجثمان الطيار، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل من طرف أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي. وتم تكبيد العدو المغربي في هذه السنتين من هجوم أسد هواري بومدير الجيش الملكي المغربي القاشمالي. أسر 480 جندي وضابط صف، قن 11,757 قطعة بندقية، القضاء على 7,000 جندي، تدمير 750 مركبة عسكرية ما بين السيارات وآليات مدرعة. وأسر 480 جندي وضابط صف. كما قلت سابقا، غنم 11,757 قطعة بندقية، مدفع شاحنة ما بين مدفع شاحنة دبابة، القضاء على 7,000 جندي، تدمير 750 مركبة عسكرية ما بين سيارات وآليات مدرعة، إسقاط 10 طائرات من بينهم 3 ميراج F1، وتم تحرير 160 مواطن صحراوي من مواطنين الصحراوي اللي كانوا يقطنون في هذه المناطق التي كانت
دار فيها المعارك الطاحنة ما بين الجيش الشعبي الصحراوي والجيش المعتدي المغربي الظالم. وتحياتنا إن شاء الله والنصر. هذا يعني بعض الرجوع إلى التاريخ، تاريخ مقاتل الشعب الصحراوي وكل الوطن والشهادة. تحياتي.